فلان وفلان جو الصبح دقوا الباب، طلع لهم المقداد الكندي الكوفي، قالوا له وين نعش الزهراء اريد نشيعها، لان هم من اجوا قالوا لهم باكر ان شاء الله تعالوا شوف شو يصير باكر، لا تستعجلون. الامام علي بعد ما مغسل الزهراء كون يغسلها وشي، وتعالوا باكر. اجوا الصبح طلع لهم المقداد، الامام علي ما طلع. قالوا له مقداد شو وقت التشييع؟ قال لهم اي تشييع؟ قالوا له تشييع الزهراء. قال لهم دفنت فاطمه، دفناها وانتهت. فضربه فلان على راسه، ضرب المقداد على راسه، قال له اضربني على راسي، انتم ضربتم فاطمه على راسها. المقداد شنو قيمته امام الزهراء؟ انتم فاطمه ضربتوها، المقداد ما تضربوه؟ ضربوا. فايش قال لي المقداد؟ قال لش اكو قبر جديد بالبقيع راح انبشه واطلع الزهراء ونصلي عليها وندفنها. قال له والله الامر الك، ايش تريد تسوي سوي. فاطمه اندفنت. رجع خبر امير المؤمنين عليه السلام، قال له هذا يقول شكو قبر جديد راح ينبش ونطلع الميت البيوه. امير المؤمنين عليه السلام هكذا قال كلمته المعروفه، قال دخول بيتي اخبرني به حبيبي المصطفى، وقال لي اكظم غيظك، اما نبش قبور الموتى النبي ما قال لي اصبر، انا بعد النبي ما وصاني. ثم نادى علي بقباء الاصفر، طبعا القباء الاصفر الامام كان يلبسه بس بالحرم، قال علي بالقباء الاصفر. جابوا له قباء الاصفر واخذ سيفه وطلع يمشي امير المؤمنين بشوارع المدينه حتى يشوفوه، ولابس قباءه وسيفه بايده، وهو يقول يا اهل المدينه رسول الله لم يوصني بنبش قبور الموتى، والله اذا امتدت يد لقبر ميت من اموات المسلمين اقطعها، والامر لكم، انا ما حد موصيني بنبش قبر. وصل الخبر الى الثاني، خاف، شاف امير المؤمنين طالع لابس قباء الاصفر سيف بايده، خاف فترك الامر وقال خلص فاطمه اندفنت، انتهى الموضوع.